هاد القصة اللي غنعاود لكم اليوم ديال واحد البنت سميتها حنان. هاد حنان معروفة بالتكبر وعاجبها راسها بزاف. عندها 4 الخوت وهي الصغيرة بيناتهم، متصرينها والديها لواحد الدرجة ما كتصورش. ولكن خوها الكبير اللي سميتو حمزة ما كتفاهمش معاه، ديما مضارب معاها على ودية اللبس والضرة وحتى الخروج، حيت حمزة متدين شوية. ولكن حنان عزيز عليها الدين والمقزب وديما صابغه شعرها وطلقاه. وبصراحة غزالة كتحمق، ولكن كما قلت لكم متكبرة وديما كتبغي تبان على صحاباتها وعلى الحبيب ديالها اللي لاباس عليه واللي كبر منها غير بعام، وحتى هو ولد الفشوش. وهذا الشيء اللي خلى حنان ترتبط به، حيت كيهموها المظاهر بزاف. واحد النهار جالسه حنان كتغدى مع الاسره ديالها. حمزه استغل الفرصه لانهم مجموعين وقال لهم راه انا ناوي نكمل ديني. لقيت بنت الناس اللي محترمه ومتخلقه، كيهضر وكيخنزر في اختو، زعما كيلوح ليها الهضره وهو يكمل هضرته. غتمشيو معايا نهار السبت نخطبوها. ابتسمت الام ديالو وسولاتو عاود لينا فين تعرفتي عليها، واش زوينه؟ وهو يجاوبها بصراحه، هي خط صاحبي عزيز ولكن راني باقي ما شفتهاش. هنا غتلق حنان واحد الضحيكه وهي تقول ما تكون غير شي جعفر وشي خطيه، ما بغاها حد وبغى صاحبك يلصقها فيك. وهو يعاود يخنزر فيها وقال لها ادخلي سوق راسك ماشي شغلك. وهو يشوف في الام ديالو ويكمل هضرته، امي نهار السبت وجدي راسك. قالت لي الام ديالو انا راه فرحتيني بزاف، اخيرا ولدي الكبير غيتزوج. يا لالا ويا سيدي، داز داك الغدا وحنان عطياها غير الضحك والغمازات مع خوتها الاخرين. وحمزه شاد في خاطره، غير غسل يديه هز السوارت وخرج من الدار، بغي يبرد غدايدو ومشى نيشان القهوه فين مولف كيتلاقى بصاحبو الروح بالروح عزيز. وصل حمزه لقى عزيز كيتسناه، جلس وحط السوارت فوق الطبله وتنهد واحد تنهيده طويله. عزيز شاف فيه وابتسم وقال ليه مالك صاحبي دخل سخون وتنهد، ياك لاباس؟ واش الدار ما وافقوش على الخطبه؟ جاوبوا حمزه وهو كيمسح وجهه، لا الوالده طارت بالفرحه وبغاتني نكمل ديني اليوم قبل غدا كاع. ولكن هذيك حنان اختي راه غتخرج لي العقل، ما بقات كتسمع لحد، اللبس مقزب، الخروج والدخول ولسان طويل من الفوق. راه غير قلت ليهم غنمشيو نخطبوا اختك وهي تبدات له حليه في الهضره وكتقول ما تكون غير شي جعفر وحشمتني قدام والديا. عزيز هنا تبدلت الملامح ديالو ولا جاد، ولكن فيه الهيبه وقال ليه بصوت رزين شوف حمزه، انا اختي كنعرفها مزيان، مربيه على يدي ومستوره والحمد لله، وكلام اختك ما غينقص منها ما غيزيد. ولكن صاحبي هاد اختك راه الفشوش والتكبر هما اللي تصروها، انت خوها الكبير وخاصك تزير معاها اللعب. راه الزين بلا عقل وبلا حشمه راه بحال شي دار مبنيه بلا اساس ادغيا كطيح. حمزه دار راسو في الارض وقال ليه والله عزيز الا عييت معاها، الوالد والوالده مدلعينها اكثر من القياس، حيت زعما هي الصغيره، وانا دابا عاد جاي عندك باش ناكدوا الميعاد ديال نهار السبت ان شاء الله، باش نمشيو نخطبوا لاله مولاتي اختك ونفرحوا كاملين. نتمنوا هذا الزواج يكون فاتحه خير حتى على هاد البنت باش تهدى ان شاء الله. عزيز ابتسم وحط يده على كتف حمزه وقال ليه مرحبا بكم صاحبي، الدار داركم ونهار السبت حنا في الانتظار، وكون هاني كاع اللي عواجت كيجيبها لي الله باش نسرحها.
ويا لالا ويا سيادي، ضازت الايام وجا نهار السبت الموعود. الوالد والوالده وجدوا كلشي، وجدوا كاع داكشي اللي غيديو في يديهم، وحمزه لابس قميجه بيضاء مقاد الحاله، الفرحه ما قداش. وفي نفس الوقت باغي هاد النهار يدوز بسلام، حيت بصراحه ما عمرو شاف العروسه. ايوا شويه وهي تخرج لاله حنان من بيتها، واش من لبس واش من ماكياج، لابسه واحد جين مزير ومقزب، قميجه محلوله، شعرها مصبوغ ومطلوق، والعكر عاطي العين من بعيد، زعما غاديه تخطب لخوها، وهي دايره بحال غدا للحفله، غدا دايره كيش طعريجه. حمزه غير شافها تجمعت ليه الخنزيره بين عينيه، وقف ليها في الباب بحال السبع، وقال ليها بصوت غاضب ومثبت: والله يا حنان، وما غتمشيش معانا بهذا اللبس حتى تبدليه وتلبسي شي حاجه مستوره. واش باغا تشوهيني مع الناس؟ واش غاديه تخطبي ولا غاديه الكباري؟ حنان عوجات فمها وقالت ليه بكل تكبر وعينيها في السما: ما نلبسي، هذا راه موضه وانا هكا كنلبس، مالك متخلف مالك؟ وإلا ما عجبك شحال دبر لراسك، انا راه ما غنبدلش. هنا تدخلت الام بحكم انها معروفه كتفشش بنتها بزاف، بدات كتزوق في ولدها الكبير وكتطلب فيه: الله يرضي عليك ولدي حمزه، غير خليها تلبس اللي بغات، هاد النهار ديال نهار الفرحه ديالك، ما بغيناش يبدا بالمضاربه والمشاكل، راه باقا صغيره ما كتعرفش. ولكن هنا غنعرفوا بلي الشخصيه ديال حمزه قويه بزاف وما كيتراجعش في هاد الامور. دار عند مو قال ليها بكل حزم: سمحي لي يا امي، والله ما تزيد معايا خطوه وحده الا ما بدلت حوايجها وسترات راسها، وغتبقى هنا في الدار. ايوا حنان ملي شافت بلي حمزه قاصح وهضرته ما غاديش يتراجع فيها، غوتت وضربت رجليها بالارض بكثره السم، واضطرت تمشي لبيتها وتبدل، لبست شي حاجه مستوره واخا نبدل على الستيل ديالها، وخرجت وجهها مقلوب. يركبوا في الطوموبيل وشدوا الطريق، وهنا الصدمه الثانيه لحنان. عائله عزيز ما كيسكنوش في المدينه، وما ساكنين في واحد الفيلاج بعيد وسط الباديه. الطوموبيل غاديه والطريق بدات كتعواج، والشانطيه ما بقاش ولا غير الكياس والعجاج، والطريق طويله والقفار. حنان شاده تليفونها مفقوصه، مره كتصيفط الميساج لعلي كتشكى عليه، وكتنقر بصوت مسموع: اوف على طريق فين غاديين بينا، هادي ماشي طريق ديال الخطبه، هادي راه طريق القفار، شو ما كاع هاد الشي. ايوا يا لالا ويا سيادي، بعد طريق طويله والعيا وصلوا اخيرا لذاك الفيلاج. وقفات الطوموبيل قدام واحد الدار بسيطه مبنيه غير بالطين والحجر، ولكن عطيه واحد المنظر دافي ونقي. حنان هبطت من الطوموبيل وهي كتقد في حوايجها ومخنزره، كتشوف بالضرب شوفه ناقصه ديال التكبر، زعما راه هادشي ماشي من المستوى ديالي. حلت ليهم الباب ام عزيز، مرا كبيره ودريويشه، استقبلتهم بالزغاريت ورحبت بهم. طبيعه الحال داك الترحيب الحار اللي كيميز الناس د الباديه. دخلوا وسط الدار، وهنا غيخرج عزيز باش يستقبل صاحبه وعائلته. كان لابس جلابه مخزانيه براندا طويل وعريض ما شاء الله، وعنده واحد الكاريزما والهبه ديال الرجال ديال بصح. غير دخلوا جلسوا، عزيز دار عينيه في العائله ديال صاحبه، وهي تبان لي حنان واخا لبسات مستور واخا لبسات مستور، ولكن الزين ديالها كان عاطل العين وكيزلزل. عزيز في هاد اللحظه جمد في بلاصتو وتخطفات ليه العين، وبقاو النظرات ديالو معلقين غير على حنان. بصراحه ولا معجب بالجمال ديالها، ولكن عزيز دغيا عقب راسو ولاحظ ان الحركات ديالها غير كتشوف في السقف ومعوجه فمها، وما حطاش داك التليفون من يديها وكتنهد زعما بالملال.
ايوا عزيز هنا فهم الفيلم وعرف باللي هاد الزين كامل وراه واحد التعجرف والتكبر كبير. ابتسم واحد الابتسامه خفيفه وقال مع راسو: والله يا حنينتي الا جابك لي الله حتى نربيك ونحيد منك هاد النفخه كامله. الزين بالعقل بحال الخيمه بلا وتاد. وفي الجانب الاخر نضت ام عزيز وجابت بنتها اسماء باش زعما يديروا ديك النظره الشرعيه مع حمزه. ايوا تجيب لهم اتاي. حنان كانت عاطيه غير الغمازات وكتسنى تشوف جعفر كما قالت عليها، ولكن الصدمه كانت كبيره ملي دخلت اسماء لابسه قفطان بسيط ونقي، دايره شال مستور، هابطه عينيها في الارض بالحشمه والوقار، وواحد الزين فيها طبيعي تبارك الله بحال الغزال، والابتسامه ما فرقتش وجهها. حمزه غير شافها تسرطات ليه الهضره وبقى كيشوف فيها ومبهوض. اول مره غيشوف اسماء وتصدم حيت لقاها كتحمق بالزين وفي نفس الوقت عامره تواضع والحشمه، داكشي اللي كان كيتمنى في خاطرو اكثر. حنان تفرقعت بالسم اللي شافتها زوينه ومحجبه ومحترمه. ايوا حسات بلي ديك الهضره اللي قالت على خدنا رجعت عليها. ايوا يا لاله ويا سيدنا دازت الخطوبه على خير، وحمزه لقى لاله مولاتي اسماء اللي دات ليه العقل بزينها وتواضعها. اما عزيز فراه ما ساهلش، هو اصلا مستقر وخدام في المدينه وشاري فيها ابارتما ديالو، ولكن مع تطور الاحداث غيخبي هذا الشيء كامل وما غيقولهاش. وباش تعرفوا علاش خليكم معايا حتى الاخير القصه. نرجعوا دابا لاله حنان اللي غير رجعت للمدينه طارت بالفرحه حيت تفكات من داك الفيلاج ومشات ديريكت تلقات بالحبيب القلب علي. هاد علي راه كتار منها في الفشوش والدصاره. حنان واخا دارهم كبيره وكل خوها عنده الشقه ديالو، ولكن عائله علي فايتاهم، عندهم فيلات والشركات، وهو الولد الوحيد اللي عند والديه. داكشي علاش دصروه وعاطينو الفلوس بلا قياس، وهاد الفلوس الكثيره مع الفراغ القاتل هما اللي خلاوه يتبلى بالمخدرات ويطيح في طريق الفساد حيت ما لقى ما يدير في حياته. ايوا بركو بجوج في واحد الكافي كلاس في المدينه. حنان حاطه تليفونها هاد المره وكتنقر، وعلي شاد السيجار ديالو ولابس الماركات وكيسمع ليها وهو ميت بالضحك. حنان بدات كتعاود ليه والشرار خرج من عينيها. ويلي يا علي، كون شفتي فين داوني نخطبوا لداك المعقد ديال خويا، داوني لواحد القيفار، طريق كلها عجاج والكاياس والدار مبنيه بالطين. تخيل انا لاله حنان نبرك في الدار بحال هاديك. وخد صاحبو اللي كان كيشكر فيها دخلت هازه صينيه اتاي ولابسه قفطان ديال عام جدي وحادره عينيها زعما كتحشم. ايوا شتي العروبيات اللي كيعجبو خويا حمزه. ايوا علي طلق واحد الضحكه عاليه ومستهزئه وقال ليها: اش غديري يا حنانتي، هذاك هو مستواهم، العروبيه مع العروبيه. صراحه برافو عليك مني مشيتي مستوره، حيت كون شافوك بالميني والستيل ديالك كون طاحوا ليهم السنان بالصدمه، الطيح اكثر من النايض. دابا نسي عليك هاد الفقصه. شوفي هاد العشيه غنديك لواحد الحفله واعره مع الدراري والصحاب، وجدي راشك باش تنفاصلي على هاد العالم د العروبيه وتفوجي معايا، كنوعدك غايعجبك الحال.